السلام عليكم متابعي قناة أبو الريش. اليوم بنعلمكم كيفية تحضير مندي الدجاج. الآن بنبدأ بالمكونات أو البهارات: كمون، ملح، 7 بهارات، فلفل أسود، كركم وكاري. وهذه الدجاج، حبة دجاج، وبصل وفلفل أخضر، هيل وورقة غار، ليم مجفف وقرفة. الآن بنبدأ التحضير. راح نبدأ نسوي البهارات. هاخد دقاق، نحط فيه بوزيت، نبدأ نخلط. طبعا الدجاج نقسمها نصين. نبدأ نسكب الدجاج بالبهارات، أنا قاعد نحركها تمام حتى ندخل البهارات تحت الجلد، لازم عشان البهارات تتمسك كامل. فالزعفران فوقه ما نقص، نفرزها فوقه. والآن الرز 4 أكواب بنقعه. بنقعه لمدة ربع ساعة، وبعد ما يتنقع نبدأ نطبخ الرز. أحبابي في الله، الآن أضفنا زيت، بنضيف البصل، أضفنا البصل والآن بنطبخ الرز. نحرك البصل لين شوية تحمر يصير لونه ذهبي. بنضيف الليمون المجفف وورقة الغار والفلفل والهيل. طبعا أول نسينا نضيف شو اسمه الثوم والقرنفل، نضيف مرة واحدة. الآن بنضيف الرز، الآن بنصب المي. أضفنا الماء 1.5 لتر. بنجيب الفطير، الآن نخزق. بنجيب خرطيس بنخرطش فوقه. قرطسنا الديسك كامل على هذا الشكل. الآن بندخل الفرن على درجة حرارة 200 تقريبا 50 دقيقة، بيكون على النار داخل الفرن. أحبابي في الله، المندي خلاص جاهز، الآن بنخرجه. خلاص الآن شايفين كيف طلع جاهز. شايفين الرز كيف. وملحوظة، أنا أول قلت تقريبا 50 دقيقة، الرز كان فوق تحت الفرن 1.5 ساعة على درجة حرارة 200.
شايفين كيف الرز نقح، قلبناه بدون ما يحرق من تحت، كله صار جاهز. الآن بنضيف فوقه الزعفران، فحم، ونبخره. تقريبا 5 دقائق يكون متبخر، وبعدين بينتهي خلاص. الآن المندي جاهز. أحبابي بالله، هذا هو شكل النهائي المندي. لو عجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك بالقناة ودعمكم لنا، لايك سبسكرايب، وأتمنى أن ينال إعجابكم. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.